نجاح. حكايتنا النهارده من اسكندريه، حكايه مهمه ومفيده، بس تعالوا احكي لكم الاول حكايه بطلها. بطل حكايتنا كان ولد هادي ومؤدب وشاطر وبيحب الماس جدا جدا. اشمعنى يعني؟ اصل كان خاله هو اللي بيديله الماس، وخاله ده كان مثله الاعلى وكان شاطر جدا في الماده، فهو عشق الماس وكان حلم حياته يبقى مهندس، مش عشان يكون مهندس بس، عشان يفضل عمره كله يدرس ماس. بس كالعاده مش دايما الدنيا بتدينا اللي احنا عايزينه، ما جابش المجموع الكبير اللي يدخله كلية هندسة. بس عادي، ما هو عنده حاجة تانية. من وهو صغير كان بيقعد العيال صحابه حواليه ويقعد يشرح لهم ليلة الامتحان، يا ابني ما انت زيك زينا. هو بيحب كده، بيتبسط بكده، فقال لا الدنيا يعني مش صعبة، انا ادخل تربية قسم ماس. قسم ماس، انا اول مرة اعرف ان القسم ده موجود، بس هو على حظه كان لسه فاتح بقاله سنة ولا سنتين. دخل القسم ده، واول سنه تاني سنه تالت سنه، بس اقول لكم سر، كان بيحب بنوته من وهو في ثانوي. فالبنوته دي كانت عايزاه ياخد خطوه، بس دايما الرجاله كده ما بتبقاش عارفه تاخدها ازاي. راحت سابته هو قاعد بيذاكر، وراحت دخلت على جروب الامهات وقالت لهم اقول لكم حاجه، مش كلنا محتارين ومش عارفين مدرس ماس شاطر لاولادنا، انا بقى جبت لكم مدرس شاطر جدا. وراحت حطت رقمه، الامهات قالوا يا ريت، فينه ده ورخيص كمان، يا حلاوه ده احنا ما صدقنا. فجاه لقى التليفون بيرن، مساء الخير يا مستر، عامل ايه؟ احنا عايزين نحجز مين انتوا؟ انا فين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ اتورط. فبيحكي لها، قالت له ايوه ما انا عارفه، ما انا اللي عملت فيك الفصل ده. هو كانه ترتيب ربنا، لقى نفسه محطوط في الموقف ويلا لازم ياخد خطوه. يلا بينا، ما انا طول عمري بحب التدريس. ابتدى، وبسرعة كبيرة جدا بدأ يتعرف والناس تشوفه والناس تتكلم عنه، وبقى فعلا الأمهات هي اللي بترشحه بقى، مش حبيبته ولا أي حاجة. وبعد شوية خلص الكلية، جاله تعيين في مدرسة، كان حتى مش مدرس، كان مساعد، أصل لسه ما عندوش خبرة. الحمد لله ثبت كفاءة وأصبح مدرس رسميا في مدرسة من المدارس المحترمة جدا في اسكندرية. وابتدى كمان يدي برايفت، يدي للسن اللي هو من سنه رابعه، المأساة الكبيرة اللي هنتكلم عنها دلوقتي، ويدي كمان لسن اعدادي، لان هو شايف ان هم دول الحتتين اللي بيلاقي نفسه فيهم، هم دول اللي محتاجينه، دول اللي محتاجين يتأسسوا عشان لما يطلعوا ثانوية عامة يقدروا ما يكونوش محتاجين حد، ويقدروا يدخلوا الكلية اللي هم بيحلموا بيها. بطل حكايتي جميل قوي شكلا وموضوعا وكيوت جدا، ويعني انت تحب تدي ولادك عنده لان هو بسيط قوي. خلوني ارحب ببطل حكايتي المميز الاستاذ مهند مسلم، مدرس ماس بالاسكندريه. عامل ايه؟ الحمد لله. اولا هتاخد ابني، بس انا اي مدرس شاطر بيقعد هنا بسلمه ولادي. اولا سعيده بيك جدا، انت مميز جدا بدايه من سنه رابعه، وطبعا ما ينفعش مدرس يجي بيدرس سنه رابعه وما اسالهوش هنعمل ايه في سنه رابعه. بسم الله. سنة رابعة سنة غلسة شوية ممكن، عشان هي بدايتها بداية صدام من الولاد طبعا بيبقوا طالعين جونيور 1 و 2 و 3، مفيش امتحانات، مفيش ضغط. ممكن الناس مش مهتمة قوي